اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير كلكم وبصحة وسعادة يا رب العالمين. النهاردة كده يعني يعتبر الفيديو دوت معمول وانا يعني ايه كنت فاصلة خالص، يعني مريم ما كانتش مريم خالص، كنت صايمة طبعا لان النهاردة الاثنين والدنيا كانت بايظة معايا خالص خالص، فالواحد كان بيشتغل وهو دايخ اصلا. وطبعا بقى في رمضان الواحد بيكون متعود اللي هو شهر بقى كامل، متعود بقى اللي هو ما ياكلش ما يشربش، فتعود على كده. لكن اتنين وخميس دوت فبيبقى صعب شوية على الناس، وغير كده كمان يعني ايه مفيش حد متعود ان هو يصوم. لكن في رمضان الدنيا كلها بره مصر وجوه مصر الدنيا كلها بتكون صايمة، ومعروف ان الدنيا كلها بتكون صايمة. لكن اتنين وخميس قليل جدا لما تلاقي حد صايم اتنين وخميس. فتلاقي مثلا اي حد يعني عامة تلاقيه ماشي ياكل في الشارع، ياكل معرفش مثلا ان دوت صايم ولا كده، فبتبقى صعبة شوية. فالحمد لله اليوم عدى على خير، والحمد لله يعني ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين. هنا طبعا كنت يعني ايه كان حوالي كده كان لسه العصر ما ادانش يعني عامه، كان جا توقيت كده الساعه 1 ولا الساعه 2. قلت بقى انا هعمل الغدا علشان ايه اقعد كده وافوق لنفسي واشوف دنيتي هتعمل ازاي، وطبعا انا هكون صايمه فما ينفعش يعني اكون صايمه ولا ما كده اثر في حق ربنا، ولا اقرا قران ولا اي حاجه من دي. فقلت هخلص بدري بدري واقعد كده عشان افوق لنفسي وانتبه كده شويه، يعني ايه اركز كده لنفسي شويه. جيت بقى هنا كان في كبده تمام، لان احنا كنا كان في فراخ يعني بيضة وكده، فاحنا طبعا ذبحناهم. واحنا بناكلش الكبد والقوانص مسلوقة يعني عامة، فاحنا بنعملها ببصل وبطماطم تمام. فانا عملت ايه بقى، كان في رز احمر، وطبعا عشان ما فيش غير انا وبابا بس وماما، فمحدش بياكل كتير، فالرز الاحمر اصلا كان من امبارح ومحدش اكل كتير، فقلت بدل ما بدل ما اطبخ رز تاني هيبقى الرز دوت موجود. عملت بقى زي ما انتم شايفين، جبت بصل وحطيت كده عليه شويه قولوا معايا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطيت عليه شويه زيت اللي هو بس يدبل بس تتبيله خفيفه، وكنت بقطع هنا الكبد والقوانص هنزل بيها على طول، بس اهم حاجه النار تكون عاليه علشان تكون ايه صدمة كده. اللي هو ايه ما ينزلش مية ولا يسد مية خالص، فاهمين ازاي؟ طبعا محضرة طماطم، ولو في فلفل مفيش اي مشكلة، وانا اصلا بحط فلفل بس ما كانش متاح خالص فلفل، فماما كانت عاملة هريسة قريب يعني. فطبعا زي ما انتوا عارفين الهريسة دي بتكون موجودة في البيت على طول. فلقيت كده برطمان في باب التلاجة، قمت واخدة منه معلقتين، بيبقى مكان اللهم صل على النبي، بيبقى مكان الفلفل. يعني ايه لو مش متاحة مثلا عندكم زي كده النهاردة ما كانش متاح عندي فلفل، فممكن تحط منه معلقتين، يعني بيغضي الغرض، يعني فاهمين ازاي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. علقت هنا بقى كده على الرز يعني نويرة صغيرة خالص اللي هو ايه. كان هين عليا اعلق عليه من الصبح لحد المغرب، عشان اصبر نفسي والله. بس علقت عليه نورة صغيرة خالص عمالة اخلص الكبدة يكون هو سخن، ويكون الدنيا معايا تمام والاكل يكون سخن يعني. اللهم صل على النبي. كنت هنا طبعا بقطع الكبدة، وفي ناس بتحط عليها بتحط عليها ايه اللهم صل على النبي. بتحط عليها خل وليمون. انا ما بحطش عليها خل، لان الخل اصلا يا جماعه في الكبده وبالذات يعني في الحاجات دي كلها بتعمل زفاره، مش بتضيع الزفاره. انتي اخرك مثلا حط شويه ملح او نقعيها في شويه ليمون وملح وبس على كده، لكن الخل بيبين الزفاره وبيخلي لها ريحه زفاره اصلا. فهنا بقى اديت لها صدمه كده وعليت النار عليها خالص، وهنزل بقى كده شوية كده يعني بعدها بدقيقتين بالظبط تنزلي بالطماطم، وتنزلي بقى بالفلافل بتاعتك. الفلافل الموجودة طبعا الموجود عندك حطيه، انا حطيت فلفل اسمر وكمون وكزبرة وملح. هنا بقى علقت على الرز
نوره صغيره خالص علشان يسخن، بس انا مش عايزاه اللي هو يسخن بسرعه، انا عايزاه بس يسخن اكون خلصت يكون هو سخن. جيت بقى هنا كنت بحط البهارات، طبعا البهارات ديت مشكله فيها فلفل اسمر وكمون وملح يعني ايه، جميع كل حاجه. نزلت هنا بقى كده بالطماطم، هقلبها برضو كده تقليبه يعني على الخفيف، وهسيبه بقى ايه يندمج كده مع بعضه. جبت بقى هنا معلقتين هريسة او فلفل يعني مهروس يعني عامة من باب التلاجة، وحطيته وتقليبه بقى كده خفيفة، وتسابه على نار هادية خالص علشان الكبد والقوانص تستوى، ويكونوا كده اندمجوا مع الفلافل والبهارات والحاجات اللي انا حطيتها، فتبقى نار واطيه خالص علشان ما يتلدعوش منك وخلاص، وتيجي تاكلي كده الكبد ولا القوانص يعني عامه فتلاقيها مش مستويه من جوه. جيت بقى هنا كنت بغرف انا مش عارفه اعمل كده اللهم صل على النبي. كنت فغرفت بقى طبق من ده وطبق من دوت وحته حدقه ورضا والحمد لله ونحمده يعني الحمد لله. كان المفروض اعمل بطاطسايه ولا اي حاجه، بس يعني ايه قلت الحمد لله على كده، يعني شويه رز وشويه كبد وقوانص وحته حدقه والحمد لله. ربنا يدومها علينا نعمه يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي لسه محطليش اللايك بتاعي حطوا يا جماعه فضلا منكم وليس امرا، واستنوا مني فيديو جديد او روتين جديد بقى عامه. أنا عايزه تفاعل يا جماعه على الفيديوهات باي طريقه، يعني والله العظيم انا بتعب في الفيديو زي ما قلت لكم، بتعب في الفيديو اكتر ما بتعب في شغله ذات نفسه، فتفاعلوا يا جماعه معايا. وهنا بقى كنت خلاص خلصت بقى الاكل خالص، بقى الف هنا اللي ياكل. ولو عجبكم الفيديو النهارده تدخلوا علينا باللايك، والسلام عليكم.